النزال العظيم الذي أقيم سابقا بين بدر هاري وأليستر أوفريم، نزال كان من أعظم نزالات الكيك بوكسين على الإطلاق، روعة في الأداء وهيبة مقاتلين من الجيل الذهبي لرياضة الكيك بوكسين. هذا النزال للأسف انتهى بفوز الهولندي أوفريم بالضربة القاضية على بدر، لكن ليس بسبب تفوق أوفريم، وإنما هذا المقاتل غش واستعان بالمنشطات. لذلك فنتيجة هذا النزال تمت إلغاؤها رسميا من بطولة جلوري، وتم احتسابها انتصارا للأسطورة بدر هاري. تابعوا هذا المقطع الشيق لمعرفة تفاصيل أكثر حول نزال بدر هاري القادم. قبل البدء لا أوصيكم وفضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر. بطل من فئة الوزن الثقيل لأقوى البطولات القتالية في العالم، ليس هذا فقط بل انتصر على أقوى المقاتلين الذين كانوا بمثابة وحوش لا يقهرون أبدا. لم يستطع أي مقاتل هزيمتهم حتى أتى هذا البطل المغربي وسحقهم بدون رحمة. بدر هاري بطل مغربي يتمتع بموهبة فطرية استثنائية في فنون القتال، يمتلك تنسيقا مدهشا وقدرة هائلة على قراءة خصومه وتنفيذ استراتيجيات فعالة في الحلبة. فبدر هاري يظهر دائما بإصرار وتفاني لا متناهيين في التدريب والمنافسات، يعمل بجد لتحسين مهاراته ويستعد لكل نزال بشكل مثالي، لأن عزيمته القوية ورغبته في الفوز تجعله لاعبا محترفا استثنائيا. فإنجازاته الرياضية لا تعد ولا تحصى، فقد حقق العديد من الإنجازات الرياضية المهمة في مسيرته، فاز بالعديد من البطولات العالمية والألقاب الرئيسية في رياضة الكيك بوكسين، وقد أثبت نفسه أمام مقاتلين مخضرمين ومحترفين من جميع أنحاء العالم. فبدر هاري هو ليس أسطورة فقط، بل هو رمز للقوة والإرادة والتفاني في رياضة الكيك بوكسين. هو لاعب مبدع ومحارب شجاع في حلبة القتال، يمتاز بتقنيات مذهلة وسرعة فائقة وقوة هائلة، فعندما يدخل الحلبة تنبض الأجواء بالتوتر والترقب لما سيقدمه. تظهر قوته العقلية والبدنية في كل لكمة وركلة، ويجبر خصومه على الانحناء أمام مهاراته الاستثنائية. وليس هذا فقط، بل بالإضافة إلى مهاراته القتالية فهو أيضا شخصية إلهام وقدوة للشباب، يعبر عن العزيمة والتحدي. أثبت لنا أن العمل الشاق والإصرار يمكن أن يحققان الأحلام. فبدر هاري يستحق كل الثناء والتقدير على إسهاماته الرائعة في رياضة الكيك بوكسين. نتمنى أن يستمر في إلهامنا بإبداعاته وأن يحقق المزيد من الألقاب والإنجازات العظيمة، ونحن بدورنا سنكون داعمين له سواء انتصر أو هزم. فبدر سيبقى أسطورتنا في عالم القتال. موعد نزال بدر هاري القادم. فبطولة جلوري بعدما قررت إلغاء نتيجة نزاله الأخير ضد أوفريم منحت ذلك الفوز إلى بدر، وبذلك فبدر سيقاتل في بطولة جلوري مجددا ولن يتوقف عن القتال. فأخبار قد راجت أن بدر هاري سيتنافس على اللقب في شهر سبتمبر القادم. هذه الأخبار تم تداولها في الصحف الهولندية، لذلك سنرى عودة قريبة للأسطورة المغربي بدر هاري. نتمنى كل التوفيق لبطلنا المحبوب بدر هاري في مسيرته القتالية، كذلك نتمنى كل التوفيق للمقاتلين المغاربة. قبل نهاية المقطع لا أوصيكم وفضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر. كان معكم محسن، إلى اللقاء.